بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة في نهار سخون شهيلي. ما نوصفلكمش كيفاش واحد معاش ينجم يدخل كوجينة جملة. نبداو من الأول بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جيتكم اليوم بوصفة خفيفة، دبارة متاع فطير في ساعة ما يحضر، أسهل ما يحضر وتخرجوا من الكوجينة جري. حسيلو خديت صحفة لهنا، خديت فيها شوية زيت، خديت فيها كركم، تابل، فلفل أكحل، شوية زنجبيل، الفحات متاعي الكل، وحطيت فيها شوية ماء، خلطتهم قصيت عليها الثوم ترونشيت صغيرين، ما حبيتش نرحيه. وفي صحفة أخرى خديت بطاطا قصيتها طويلة شوية، شارة أحكي نقول احنا طويلة، وخديت بصل قصيته رونديلات، وخديت طماطم قصيتها مرسوات. كيف ما تشوفوا كيف كملت لهنا، قصيت المكعبات متاع الثوم، قصيتها بشوي بشوي، ما حبيتش حبيت نعمل لكم فيديو خفيف كيف ما تعرفوا انه واحد ماذا بيه يخفف فيسع فيسع ويخرج من الكوجينه. خديت لهنا شطير مغرفه صغيره، شطير مغرفه كبيره هريسه عربي، ومغرفه كبيره مليانه طماطم مصبرات معناتها معلبه. خلطتهم بالكدا، زدتهم شويه ملح شويه ماء باش نخففهم، وبقيت نحرك فيهم أكاكا بالكدا حتى يدخلوا اللفاحات الكل مع بعضهم. خديت الخضرة متاعي، صبيت عليها اللفاح متاعي هذاك الكل، خلطتها، وبالطبيعة اللفاحات اللي بقات في الصحفة ما نخسروهمش، حطيت عليهم شوية ماء وخلطتهم وصبيتهم على بقية الخضرة الكل باش ما نخسروش اللفاحات متاعنا وناخذوا منها كل نكتة متاع فحات، ونغرقوا خضرتنا باللفاح. سامحوني. ولهنا حطيت معاها سكالوب، وبالعمل سكالوب مازال مقلص معناتها دبارة جاتني على غفلة، قالت لي خالتي اجي نعمل لك دبارة تك تك في ساعة ما تحضر. هي بالعمل لي دبرتها دبارة وهي اللي فكرتني فيها. مشيت خلط هيك تخلط في الخضرة بالكدا مع الفاح باش يدخل فيها، باش الخضرة تتشبع وتاخذ الجو متاع الفحات وتدخل فيها الفحات بالكدا. اللي وصل المرحلة هذه ما ينسانيش من لايك كومنتير مزيان، واللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. لهنا خديت طبيق الكوشه متاعي الفرن، وخديت صبيت فيه البطاطا متاعي والبصل والطماطم والدجاج هذوكم اللي فوحتهم بالكدا، وحاولت اني نوزعهم في الطبق بالكدا، وصبيت اللفاح معناتها هذاك اللي خلطته انا من الاول الكل، ما خليتش في الصحفه حتى شيء. وكيف شللت الصحيفه متاعي بشويه ماء وحطيتها وكملت صبيته عليهم، وحاولت هي خالتي هي اللي طيبت تسلم يدياتها كل ما جيت تبتكر لنا وصفه هكا على الطاير باش في ساعه نخرجوا من الكوجينه ونرتاحوا من السخانه متاعها. وهاي كفطير خفيف يعمل 66 كيف وبالخف ما يحضر، والناس الكل تاكل وتشبع والحمد لله، وترتاح الناس الكل من الكوجينه ومن السخانه متاع الكوجينه. هاكا لا شعلنا غاز ولا عملنا حتى شيء. كيف ما قلت لكم لهنا هزيت الطبيق متاعي بعد ما حركنا ووزعنا الخضره متاعنا بالكدا في الطبق، حطيناها في الفرن، حطيتها على اقوى درجه متاع سخانه، وحطيت لها الوقت ترتيب في عقلها. هاكا لهنا خرجتها الخضره متاعي طايبه زبده كيك سوا البطاطا ولا الطماطم ولا البصل، الدجاج طايب في حقه، كل شيء طايب بالكدا، والمنظر متاعها من ودكم ومن شهيكم ومطعمها محليه. هنا عبيت صحين رشيت عليه رشه معدنوس، كيف ما تشوفوا صحين يشهي يعمل 66 كيف فطير خفيف، لا نبقاو نغفقوا في عروقاتنا في الكوجينه ولا حد شيء. هاو كطبيق يحضر نحطوه في الكوشه ونخلوه يطيب في عقله. أو كيف ما تشوفوا البطاطا طايبه زبده، دجاجي طايب زاده، خضرتي الكلها طايبه بالكدا. صحين فطور نودكم من شهيكم، تنجموا تطيبوه وتحضروه فيسع. وكيف ما قلت لكم ما تبقاوش في الكوجينه دوم ما توصلوا خضرتكم وتحضروا فحاتكم وتخلطوا تحطوا في الكوشه وتخرجوا على رواحكم. ميم با نصيف ساعه وتلقوا فطوركم حاضر يشهي بنين صح وبالشفاء اللي باش يجربوا واللي ما يجربوش. كيف ما قلت لكم اللي وصل للمرحله هذه من الفيديو ما ينسانيش من لايك والكومنتير المزيان، ما تنساوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وان شاء الله تعجبكم الوصفه. وبعد فطيرنا الكل عملنا عشويه خفيفه بنينه، عملنا كويستي، خدينا شويه غله، تنوشنا شويه غله شويه لهنا. هذوما اللي ميني تارت الاقتصاديين اللي عملتهم معكم المره اللي فاتت، خديت صحين
وعملنا كويستي وشويه كاكاويه، والحمد لله والشكر لله. ونسي الكل فدلكنا ضحكنا لعبنا عدينا عشويه مزيانه، وما بقيناش في الكوجينه برشا كيف ما قلت لكم. الحاجه الباهيه انه ما نتربطوش في الكوجينه، كل شيء في ساعه ما يحضر ونخرجوا منها. كملوا تابعوا الفيديو، وما تنساوش كيف ما قلت لكم الاشتراك، وجربوا الوصفه وما كومش باش تندموا. واللي عجبوا الفيديو يحط لي لايك وكومنتير، وان شاء الله نتقابلوا في وصفه جديده وفيديو جديد، وبسلامه.